الثورات لما بتقوم بتحصل عشان تجيب ناس مكان ناس، واللي عملوها كانوا متخيلين إن النظام لما يقع البلد هتتحول لجنة، فبدأوا يحلموا. كل اللي لاقوها فرصة عشان يظهروا لازم يفهموا إن ثورتهم لو غيرت أشكال فما بتغيرش أسلوب، رغم إننا واثقين إنهم مش هيستحملوا، لكن بنعاقبهم بهدوء، لأن بطء العقاب بيبقى أصعب كتير من العقاب نفسه. يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا دي يا سوحة، يا بنتي يا سموحة، يا بنت عشان تفطري. طب ياما متصربعه على ايه؟ كنت بحط كحل. خبطي على الرايق يجي يفطر معانا. لا يا اختي، ابن اخوكي راجع وش الصبح، ولو انقتل له قتيل ما هوش صاحي. وبعدين انا مش عارفه عايزه تصحيه ليه، عشان ينكد علينا؟ عيب يا بنت، عيب تقولي على ابن خالك كده. اللي يشوفك دلوقتي يا اختي ما يشوفكيش وهو مسافر. مين دي؟ كمالي يعني. وبعدين مش احسن ما هو رجع لنا وواقف لنا على السقطه واللقطه؟ مش عارفه ما عادش مع اخوه ليه هناك. طب عيني في عينك كده يا بنت اهو. عينك معمصه روحي اغسلي وشك. ما انت اللي بيخبط علينا دلوقتي على الصبح ده؟ دي تلاقيها خالتي ديحه جايبه لي البدله. بدله يا بدله، البدله قال تكونيش فاكره نفسك رقاصه يا بنت. صباح الخير يا ست سماح، هو ايه الكبير لسه ما صحيش ولا ايه؟ خش صحيه. ما تصحينيش انت ليه؟ نومك تقيل يا ميم. يا عمتي كل ده عشان تاكلوا اكل لوحدكم؟ لا يا حبيبي، الاكل متشلك اهو، تعالى يا حبيبي بالهنا والشفا. طب يلا كل يوم اعملي لي شاي. وما تعملوش انت لنفسك ليه؟ شايفه عمتي؟ يا بنت قليله الادب. صباح الفل يا كبير. عايز ايه؟ اللي رب بتاع امبارح. حط على شوفونيره وطير. ماشي يا كبير. نيله. يلا يا يوجا. طب ايه يا واد يا نحله، خضتني. غصب عني يا ست مديح. صباح الخير يا رايق. صباح الفل يا ميري. ازيك يا حبيبتي؟ اتفضلي اقعدي. لا مش هقدر اقعد كتير، عايزه اروح اصحي الواد يوسف وافطره. فين البدله؟ انا جايباها واسكتي بقى عشان ما يسمعش ويجي يشوفها يعمل لي غغا على الصبح. يو انا حره. هدمنك وراها كده اهو لحد ما الرايق يفقعها علقه ما كلهاش حمر في مطلع. صباح الفل يا زوزه يا جميل انت يا حلو. صبحتي من قطه من غير ديل. بصي يا حبيبتي خدي اهي، بصي بقى ظبطتها لك ودقتها لك من عند الوسط. تسلم ايدك يا خالتي. تسلمي يا حبيبتي. طب والنبي كلي لك لقمه يا حبيبتي تسلمي، مش هقدر والله، هبقى اعدي عليكي يا زوزه. لا بتعدي ولا بتسيلي، جت مصيبه.
كام كده يا خالتي؟ اخصى عليك يا عيب يا بنت، بتقولي ايه؟ يلا سلام بقى. يلا سلام. هستناكي يا ديحه حبيبتي. دلوقتي بقت حبيبتي. المره السوداء دي كانت جايه ليه؟ ما بتاكليش ليه يا غالية؟ ما تاكلي يا حبيبتي. ميرسي يا روحي، ماليش نفس. بقول لك ايه يا بابي، انا عندي لك باد نيوز. خير في ايه؟ التمثال طلع مضروب، تخيل. يا ريت تكلم بقى الراجل اللي انت بتشتغل معاه ده وتقول له عيب قوي الحركات دي. احنا مش عيال صغيره عشان يعمل معانا الحركات النص كومي دي. انت متاكده من الكلام ده؟ الراجل ده صعب يرسلنا، وبعدين دي مش اول مره نشتغل فيها مع بعض. جرى ايه يا بابي؟ انا هضحك عليك ولا ايه؟ التمثال مضروب. يا ريت بقى ما تخليش ثقتك في الناس دي تغشك. اوكي؟ اوكي. افطر انت وانا هروح اعمل شويه حاجات كده وهحصلك على البازار. ما تنساش ترجعهولي. اوكي. ايه يا شيمي؟ انت فعلا هترجع له الشغل؟ امال اخليه؟ هعمل بيه يعني؟ لا انا اقصد انك تتاكد منه الاول. اصل بصراحه غاليه بنتك لما بتغضب من حد او ما بتحبوش بتطلع في حاجته القطط الفاطسه، وانا خايفه لا يكون التمثال سليم وتبوظ لك البيعه كده والسلام. علشان خاطري يا شيمو اتاكد منه، مش عايزاك تخسر الراجل. بعد كلمه غاليه مفيش كلام. ماشي يا شيمي، ربنا يخليها لك. انت صحيت يا يوسف؟ لا لسه نايم. اغسلي دول عشان وسخين. حاضر يا حبيبي، انا جهزت لك الغيار التاني وحطيته لك جوه. ما بلاش السجاير على الريق دي يا حبيبي، مش كويس كده على صحتك. انا ما رضيتش اروح شغلي قبل ما افطرك. قوم استهدى بالله كده، اطفي السيجاره وكل لك لقمه. ماليش نفسي اطفح. يا نص. خالتي يوسف صاحي؟ يا حبيبي، رحتش مدرسه ليه يا واد؟ يا نصة. حبيبي. عامل ايه؟ عايز ايه؟ عم ياسين عايزك النهارده تروح له. عايزني في ايه ده كمان؟ طب اقول له هعدي عليه بالليل. ماشي. خد تعالى. هات لي 2 و2 وكتر ترشي. ماشي. خد تعالى. شبرق نفسك. ماشي. اوامر نص عشان خارج. حاضر. بصي بقى يا عروستنا، شوف التشكيله دي يا عريس، مش هتلاقي رسمتهم في اي حته تانية. الله تجنن قوي. هي جميله قوي يا حبيبتي، وبصراحه هتجنن، بس اللي يجنن اكتر ان جيجي شكل الواحده منهم تقيله قوي وهتوزن جامد. الله، انت هتستخسر في عروستنا ولا ايه؟ ما كله راجع لك يا عريس، وبعدين لولا عليا كان زماني وصلت لكم المحل لحد البيت، بس يعني يلا المقدس مسافر بقى وانت عارف دي امان. بس سمعونا زغروطه كده. الله، وريهم الخواتم يا فاروق عن اذنكم. هو انا فيكي مغرم صبابه مغرم صبابه. يا بت، احلى صباح احلى صباح لما اسمع صوتك. صباح الفل. ايه الزغريت اللي عندك دي؟ انت اتجوزت من ورايا ولا ايه؟ لا ما اتجوزتش ولا حاجه، دي عندنا عروسه كده زي القمر، فكرتني بيه. لا ان شاء الله احنا كمان هنجيب شبكتنا، ما تقلقيش. يا رب يا ديبو يا رب. انت مش عارف انا بستنى اليوم ده ازاي. بكره تروح تبقى زي الفل. اصبري يا بت وهتشوفي ديبو هيعمل معاكي ايه. انت صحيت؟ طب كويس بقى، يلا عشان ماما حضرت الفطار. ماشي يا شهد، 5 وجاي. طب يلا بسرعه. طب اقول لك ايه، انا هقوم بقى عشان اشوف الدنيا فيها ايه. هشوفك النهارده طيب؟ طبعا هتشوفيني، هو ينفع يعدي اليوم من غير ما اشوفك؟ يلا خلي بالك على نفسك. سي يو سون. تكير ماي بيبي. ها تكير يا بت. صباح الفل يا كينج. الحياه من غيرك صعبه على فكره. صباح الفل. طول ما انا جاي في الطريق عمال افكر في الكلام اللي قلته لي. لو مؤاخذه الفلوس اللي بتحكي فيها دي مش فلوس. حاضر، هعوضها لك العمليه الجايه يا رايق. يا باشا مش عشاني، زي ما انت بتقول دول 30 فدان، في ناس كتير، ناس بتوع الحي وناس بتوع الجهاز، والناس دي ما بترحمش، وانا عايز اخلص لك المصلحه دي من غير اي عطله. ظبطهم بطريقتك انت يا رايق. لو تصدقني بشرفي انا ما طالع من العمليه دي باي حاجه، انا بعملها مجامله لواحد حبيبي زيك كده يا رايق. لا طالما حلفت بشرفك يا باشا انا مصدقك طبعا، بس مش لازم تاخدني تحت باطك يعني وانت رايح تجامل. لا مؤاخذه في الكلمه انا ماليش فيها. عندك حق، بس انا لو ما جيتش على الرايق يعني هاجي على مين؟ لا انا حبيبك، تعال عليا براحتك يا باشا، كمل لي الحدوته. زي ما قلت لك قبل كده رايق، هم 30 فدان انشاءات، موافقاتهم لسه ما جاتش. المطلوب الموافقات تيجي وتجيب لي تصريح الجهاز باسرع وقت ممكن. المشتري جاهز والبايع على استعداد انه يخسر نص ثمنها، ما عندوش مشكله. طب والله يا باشا حلو الكلام ده. طالما الراجل مستبيع كده ما نشوف لحد من طرفنا يشتريها ويطلع لنا مصلحه حلوه، ولا بلاش ما نشوف لحد يشاركوا ويشتغلوا فيها سوا وبرضه يطلع لنا مصلحه حلوه. كان غيرك اشطر. بص يا رايق،
الارض دي ارض دوله، يعني بقت زي الفضيحه. كل واحد بيحاول يبعدها عنه. ليه بقى؟ لان الملفات بدات تتفتح، وكل واحد كان ساحب ارض برخص التراب على حس النظام القديم بدات رجله تيجي. قريت انا كده. يعني اللي هياخد الارض دي هيلبسها. كل يوم والتاني هيطلع له خازوق. لا وايه، يقرف منها ويجيبها لنا تاني عشان نبيعها له. صح كده. ماشي يا باشا، تمام. خد يا سيدي، ده الورق، خلص مع الجهاز وبعدي خد حسابك. واحنا في بينا حساب؟ اعتبره حصل. ايه يا ايه فين الاكل يا اهو يا حبيبي، سلامة الشوف يا ضنايا قدامك اهو. قدامي ايه؟ انا بقالي يومين قاعد من الشغل عايز ارم عظمي. ياما حرام عليك يا ياما فكيها، ياما بلاش استخسار، ياما فكيه. كل كل يا حبيبي، لقمة هنية تكفي 100. يلا 100 مين دي؟ ما تكفيش عيل صغير. جيبهم، انا عايزه كتب خارجيه بقى. حاضر يا حبيبتي، حاضر. نادين، انتي نازله يا حبيبتي؟ يا ماما النهارده البروجرام مليان. هنجيب الفوج من المطار، بعد كده نطلع على القلعه، بعدين الاوتيل، بعد كده المطار تاني، كذا مكان. عايزاكي تتصلي بباباكي. اتصل بيه ليه؟ اصل عمتك اتكلمت امبارح وقالت انه دخل المستشفى هيعمل عمليه. ربنا يشفيه. بعدين كفايه عليه قوي، مراته وبناته الاثنين مالين عليه الدنيا. ده مهما كان باباكي يا حبيبتي. وبعدين يا ماما احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقفلناه خلاص. طب هتتاخري النهارده؟ شويه بس ما تقلقيش، لو اتاخرت هخلي يوسف يوصلك. تروح ترمي الحاجه في وشه وتقول له اذا عمل كده تاني شيماء هيزعلك. تمام يا باشا. انا مش قادر افهم الناس دي، بدل ما يضربوا الشغل بالطريقه البلدي دي ما يروحوا يحفروا في اي حته. دي البلد عايمه على الاثار. صراحه ربنا يا باشا، انا من ساعه ما شفت الشغل وانا عارف انه شمال. لا شكله ولا لونه، ده متبيت شهر في الرمل عشان يطلع بالمنظر ده. طب وساكت ليه؟ سايبني كده ليه؟ لا ما يصحش برضه يا باشا. مدام غاليه هي اللي بتبص على الحاجه وهي اللي بتقول. انت اللي عودتني على كده. انت قلت لي انك انت خلصت اثار مش كده؟ انا دخلت اثار بس ما خلصتهاش. بس بيني وبينك يا باشا، اللي اتعلمته في الشغلانه دي ما هتعلموش في اي كليه تانية. صح. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي. ايه الاخبار يا بابي؟ كنت بقول يوسف رجع تمثال للراجل الزفت ده. بصراحه الحاجه كلها طلعت شمال زي ما حضرتك قلتي. وانا مستنياك انت يعني عشان تقول لي. بقول لك ايه، خد اركن لي العربيه بتاعتي وسايبها في نص الشارع. شحته، اركن عربيه الهانم. ايه اللي انت بتعمله ده يا بابي؟ ايه عملت ايه؟ ليه تخليه يبص على حاجه؟ انا قلت لك مليون مره مش عايزه حد يتدخل في شغلنا باي شكل من الاشكال. على فكره يوسف ده ابن ناس وطيب وانا عندي ثقه فيه. انا بقى ما بثقش في حد. لو سمحت ريحني ممكن؟ خلصت الشغل اللي في ايدك يا احمد؟ خلاص يا حاج، فاضل بس تركب دبرياج وابقى كده تمام. شد عينك شويه عشان اخش على الكربراتير. حاضر يا حاج حاضر، ثواني اكون خلصت على طول واخش على الكربراتير. يا اسطى. ايوه يا حاج امور. تمام. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ لقيت نفسي فاضيه، قلت بدل انا وامي بنقعد ننكف في بعض اعملها لك مفاجاه. طب وحشتيني يا جزمة. جزمه؟ هي دي رومانسيه؟ دي رومانسية التراسية، هو ده الجديد في الموسم. طب اسمع عشان ما اتاخرش، بكره خلص تدريب بدري، ايه رايك نتقابل؟ لا بكرة ما ينفعش، استحالة. استحاله؟ مش عايز تشوفني؟ لا مش قصدي يا شيماء، انا اسف وحياة ربنا انت مش فاهمة. هقول لك، اصل بكرة عندنا ماتش مع انبي، وانبي ضيع علينا الدوري قبل كده، فلازم بكرة نروح والعين نار عشان يكشوا مننا. امال ايه؟ الله. أوه جمهوره ده حماه. أوه على الحلوة والمرة معاه، مفيش في قلبي غير الأهلي ولا فيش في غيره فرحني. انت عبيط يا احمد؟ عبيط يا ابني، انا جايه لك الورشه اول مره اجي لك ما قلتليش حتى تشربي ايه وبتغني للاهلي. هتشربي ايه في القهوه يعني يا شيماء؟ هشربك ايه؟ زيت باكن؟ وبعدين رومانسيه ايه اللي بتتكلمي فيها ديت ببدل انبوبه البوتاجاز اللي انا لابسها دي؟ الله، الكلام اللي انت بتقوليه دوت ما ينفعش هنا. ورشه وزيت وشحم وفيزا وبتاع. صح، انا غلطانه، ما كانش المفروض اجي لك اصلا. يا رب الاهلي يتص 5. لا ايه اللي انت خدي يا بنت تعالي هنا. ايه اللي انت شيماء. طب هو جمهوره ده حماه. السلام عليكم مديح. عليكم السلام، ازيك يا ياسين؟ ايه ده، معقوله جايب الجواكت بنفسك؟ لا ما انا كنت في مشوار كده وقلت اعديهم بالمره، وهنروح مع بعض بدل ما تروحي لوحدك. تمام كتير؟ لا خلاص انا بشطب اهو. الله، الوانهم حلوه قوي يا ياسين. لا موصي عليهم بنفسي. تسلم. الله، بس دول 5 مش 4، يعني في واحد زياده. خلاص يبقى ال5 دقايق علشانك.
عشاني انا؟ علشاني. هيغلى عليك ولا ايه؟ ايوه بس ياسين. ايه مديحه؟ ترد هديتي؟ تسلم لي وتسلم ما جايبك يا اخويا. ما قلتليش الواد يوسف عامل معاك ايه؟ اهو زي ما هو بيعاملني كاني مش امه. والله ما انا عارفه ياسين هلاقيها منين ولا منين. لا انت عارفه يا مديحه، يوسف مش هيتعدل ولا ينصلح حاله الا ما يعرف موضوع ابوه. يلا ربنا يهدي الكل. خلصي بقى اللي في ايديك بسرعه وانا هستناكي بره اشرب سيجاره. ماشي. يلا سلام. سلام. في رجالة كتير في الدنيا بس منه وعد مفيش، ده عينه مني. برنسيسة يا ست الكل وربنا برنسيسة. انت تاني؟ شوقي بيه بيمثل. والنعمه يا اخويا انا مكسوفاك. كل ليله تيجي شايل ومحمل وتروح يا عين امك ايد ورا وايد قدام، انت ما بتزهقش؟ انت حاسه بيا اهو. طب هقولها لك تاني لان انا مش عارفه انت مشكلتك فين يا اخ، في ودنك ولا في دماغك؟ انا رقاصه وبس يا عينيا، مش خيشه اللي داخل واللي خارج بيدوس عليها بجزمته. الراجل عايز الود يتصل. وقول له ودك ما فيهش رصيد، لا عمره هيتصل ولا عمري هستقبل. قلت ايه بقى؟ بالهداوه يا ست الكل. مش كده. هاتشيش يا نحله. انا يا كبير. والله يا اخي انا مش فاهم. اسافر وارجع الاقي البلد حالها بتشقلب بالمنظر ده. انا اللي مش فاهم، انت ايه اللي رجعك؟ ما كنت خليتك يا اخي، على الاقل كنت شدتني معاك. والمصحف هناك زي هنا، يمكن هنا احسن كمان. ليه بقى؟ ماسك اخوك اهو قاعد وقلع الدولي. قول لي يا ميم انت كلمتوني صحيح ولا ايه؟ برضه مش هنخلص بقى من الحوار ده. اوه يعني انت لو كلمته دلوقتي هتلاقيني نطت في الطياره يعني؟ بعدين هكلمه لك بعدين. كل حاجه بعدين. في ايه يا عم؟ ايه يا ميم؟ مش عايز تخدمني ليه؟ يا جدع افهم، I have no life, I live in dark here. دارك؟ انا عارف انت تغير رايك في يوم وليله. لا طبعا، نو واي يا معلم، نو واي. يا جيبو رايق. يا نص، ايه اللي ماشيك في نص الليل كده؟ كنت بجيب حاجات. يا ده احنا مش قلنا مفيش نزول بالليل؟ امال اخلي اختي هي اللي تنزل بالليل ده؟ جدع يا نص، راجل يلا راجل. طب لما تحب تعوز حاجه بعد كده قول لي النحله وابعتها لك على البيت. ماشي. طب فكك من الكلام ده وعلمني حركه جديده. يا ده مش لسه معلمك حركه احفظها الاول. طب انا حفظتها صم. خلاص بعدين بقى عشان دماغي مدروشه. بكره. ماشي بس بكره خليهم حركتين. يا تبطل لمضه بقى وطير. يلا ياض على البيت. ماشي. يا عمنا بقالك ساعه مقعدني وبتحكي معايا في كلام ملوش عايزه، في ايه؟ من غير لا لف ولا دوران. الموضوع اللي بينك وبين امك ده مش هيبقى له اخر ولا ايه؟ وايه لازمته الكلام اللي بينرفز بقى يا عم ياسين؟ ايه يا واد هتنرفز مني ولا مش إيه؟ القصد، بس انت عارف ان انا ما بحبش احكي في الحوار ده. اسمع يا يوسف. اسمع انت يا عم ياسين، الكلام اللي كانت بتضحك بيه عليا وانا عيل صغير ما ينفعش تضحك عليا بيه دلوقتي. انا عايز اعرف ابويا مين، ما ينفعش واحد زي الشحط زيي ما يبقاش عارف حاجه زي دي. يا واد الكلام الهبل اللي انت بتقوله ده ما هي قليلك بدل مره 10 وخلصت من الموال ده، ولا انت تغيب وترجع تنكش فيه تاني، ويا ريت بالادب يا اخي. وبعدين هي بتشتكي لك بتاعي، انا اتكلمت معاها بالهداوه، هي اللي عصبتني لما ردت عليا. عصبتك؟ عيب يا يوسف، ده امك يا ابني. امك سابت راسي زمان علشان خاطرك يا يوسف، اللي بتاكل منه عيش. انا ما بتكلمش يا عم ياسين في انها سابت الشغل وما سابتوش وقصرت معايا وما قصرتش. انا حاسس ان انا ابن حرام، ماليش اصل، ما اعرفش ابويا مين. الله، ما اللي مكتوب في شهاده الميلاد ده يبقى مين؟ قول لي انت يبقى مين؟ ها؟ قول لي، تعرفه؟ شفته؟ قابلته؟ شفت حد من اهله؟ بلاش. لو كانت متجوزاه فين نسيبة الجواز؟ ولو كان مات فين شهاده الوفاه؟ فين اي ورقه تثبت ان انا ابن حلال؟ ها؟ احنا نضحك على بعض يا عم ياسين، ما احنا الاثنين سوا. ولا انت ناسي؟ ناس العيال زمان وانا في الحركه كانوا بينادوني يقولوا لي ايه؟ ها؟ نسيت؟ ما نسيتش يا يوسف، بس عايزك تفتكر انت كمان ان انا ياما قلت لك يا ابني ان امك دي اشرف واحده في الدنيا، وان ابوك هو اللي سابك وطفش ومش عارفين له طريق جره وخد معاه كل الورق اللي كان ممكن تخزق بيه عينيك دلوقتي. بعدين يا ابني انا ماليش مصلحه علشان اكذب عليك في حاجه زي كده. انت بقى شيطانك بيلعب بدماغك، مش عايزك تصدق، فده موضوعك. انت حر. فل يا يوسف. يا رمضان جبت الحاجه؟ لا جاي اشمها هوا. انا ناقصك يا خفه يا عم الحاج. الفرق الوحيد بين هناك وهنا ان هناك بتعمل حاجه بتلاقي قصادها حاجه. هو ده اللي انا عايزه، لما اشتغل الاقي نتيجه لشغلي. ابو مايا بالحته بتاعتك. هو ده الكلام. الله يسهل له. اوعى يا نحله. انا يا كبير. وفي الدوشه اللي جوه دي؟ مش لهم ماتش حريمي انما ملاكمه جامده قوي يا كبير. الحريم بص بتقطع في بعض. ايه بقى؟ ايه اللي منزلك متاخر قوي كده؟
الواد نص قال لي انك لسه قاعده على القهوه، فقلت الحقك قبل ما تروح الشغل. افرضي رحت الشغل ولا حتى اجزت، ايه مش ترني لي قبلها؟ قلبي قال لي اني هلحقك وما تضحكش عليا زيك. قولي لي بقى، قلبك قال لك ايه تاني؟ قال لي بحبك وحشتني، ونفسي انا وانت بقى نتلم في بيت واحد واحس بحضنك بيحميني. تحس بايه؟ احس بحضنك بيحميني. قولي لي يا بت، هو انت بتحلوي زياده كده بالليل ولا انت كده طول اليوم؟ انا كده طول اليوم يا اخويا، بس انت بقى اللي مش واخد بالك ومطنشني. انا قليل الادب. لا يا اخويا ما تقولش عن نفسك. اسمعي بس، انا قليل الادب. لا يا دي يا بت فهميني، انا قليل الادب. انت سيبك رجاله، محدش في الدنيا دي يمنعني غيرك. البت دي مين؟ الدنيا كلها عارفه اسمها هنادي. لا ما اسمهاش هنادي، دي اسمها موحه. كلكس يا اخويا عشان يقدوا لي نقطة السلم ولا حاجة. تيجي يا اسطى، انا ولع لها في العماره مش في اللمبه بس. اهلا بالفنانه اللي مسيطره في المنطقه. جرى ايه يا رايق؟ احنا مش هنخلص من نمرة كل ليلة دي يا اخويا ولا ايه؟ لا يا سماح مش هنخلص، الحوار عاجبني ومش هنخلص، وعلى الحرام من ديني ما انت نازله من باب البيت تاني. وانت مالكش حلفانات عليا يا عيني. ده من امتى ان شاء الله؟ من هنا وطالع. وبعدين انت مالك محموق كده ليه؟ انت مالكش حاجة عندي، لا انت اخويا ولا خطيبي ولا جوزي. ما تظبطي يا بت. مالك 100 مرة يا رايق، مالكش حلفانات عليا يا اخويا. هو في ايه؟ سيبك منه، ده فيلم كل يوم. ايه رايك في الحته؟ عجباني معتبر. عيب عليك يا عم يوسف، ده انت حبيبي، اجيب لك حاجه شمال برضه. طب الحته دي تخصني، ظهرها كام؟ بص هي تمنها كف. كف كتير، انا اديك 3.5. تمام؟ تمام، انت حبيبي برضه. خد ادبر لك الفلوس واكلمك، اتكل على الله دلوقتي. جرى ايه يا رايق؟ جرى ايه يا رايق وانت كل شويه يا حبيبي تتفرج علينا بخليق ربنا؟ عيب كده يا واد. خش جوه يا عمتي. البت دي لازم تتربى. ايوه دي بنت كلب ولازم تتربى. انا متربية كويس يا رايق وانت عارف. يبقى ناقصر بقى وانا هربيكي، تعالي بقى. يا رايق يا رايق، ما تستهدى بالله يا جدع. استنى يا يوسف كده اطلعي موحه على البيت ولا تتربى يا يوسف. اخر انت هتشوفي دلوقتي بقى. انا هوريكي، تعالى. ايه ده؟ شيشي خديها على فوق، يلا 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 على فوق يا عم مين. ما كان مسافر ومريحني، انا عارفه ايه اللي رجعه، رجع عشان ينكد عليا ويقرفني. منك لله يا رايق. طب يا بنت ما تعرفيش تردي شويه بدري من شغلك، يعني على الساعه 7 كده كويس. 7 ايه ياما وانا بهز في مستوصف؟ اشحال كنت بنت كار وعارفه. كار ايه يا اختي؟ هو الكار بقى كار؟ ده الكار باظ. الكار زمان كان محترم، الهزه بحساب والطبله بحساب والزمره بزماره. هو الكار دلوقتي جايب همه يا بت. ما تجيبي كده من الاخر يا بت وتخلصي. هو ايه الاخر ده يا جيجي؟ الاخر يا خالتي اللي كلنا عارفينه، البت موحه بتكيد للرايق وعينها هتطلع عليه. لازمتها ايه الهليله اللي بتعمليها كل يوم دي؟ ولا هو يعني عيني فيه واخي عليه؟ الله، تحب اكلمهولك انا يا بت؟ ايوه كلمهولها يا جيجي. اسكتي ياما، والنعمه الشريفه لو عملت كده يا جيجي ما اكون عارفاكي تاني. خلاص. وبعدين ما حدش فيكم فاهم اللي في دماغي، انا الكار ده كله واخداها سلم. يرزق الهجع والناجع والنايم على صرصور ودنه. سلمه لايه يا ام العتب؟ ما ترسينا يا بت. للسيما يا روح ام. سيما سيما يا سيما يا ام السيما يا سيما. ام السيما، وانا يعني اقل من غادة عبد الرازق ولا سمية الخشاب؟ الدم يديك يا بت. سيبيها على هواها لحد ديلها ما يجي على قفاها. طب والله يا جيجي ده انا زمان كنت فرس رماح. ايوه يا بت والله كنت مشرعه ومفرعه وطول الباب ده هو والوسط كده اهو، ودول ما شاء الله كده اهو، ودول ما شاء الله كنت تحطي فنجان القهوه عليهم بوش والله ما يتهز. ولا سمانه الرجل كانت كده اهو، ولا شرعة العين لما كنت اضرب الكحله فيهم كده اهو واشرع بعيني كده اهو، كانت الناس تبقى هتتهبل عليا وتقولي لي غدا الخشاب وسميه عبد الرازق بلاني لا يخت عليكي وعليهم من بدري. امك حافظاها كلها. انتوا عارفين يا جدعان الراجل اللي احنا طلعنا عليه امبارح ده يبقى مين؟ معروف، شريف الغمراوي اللي مرشح نفسه في الانتخابات. انتخابات؟ بقى ده مرشح نفسه الانتخابات؟ ما تعرفش يا معلم ولا ايه؟ الثوره مستمره. ثوره مستمره؟ ثوره مستمره. ايه اللي يخلي الجنرال يطلعنا احنا في عمليه زي دي؟ هي كيمياء.
لما عرف ان انا رجعت طبعا. ايه انت هتعيش في الدور ولا ايه ده؟ يا عم قول له لحسن يكون فاكر نفسه وزير الاجرام ولا حاجه. خلاص بقى انت تسيح لي، ما كان لازم اهرب، ما العمليه كانت رايحه هتفوق علينا كلنا يا يوسف. في ايه؟ قدر ولطف يا ميمي، حوار وعدى. ماشي. الواد ده كان بيغلفط على ناس تقيله قوي وبيحكي في حوارات على المتغطي، بس هو عارف يا لطشة مين. الناس دي بصراحه عندي في الشغل كل يوم بسمعهم بيقولوا نفس الكلام، فمن الاخر الناس زهقت، حبوا يظبطوه ويسكتوه بس يعني. شايف هذا المخ المتاسس؟ هو جاب لك من الاخر، قول له يا ابني. هي دي ميزه بقى ان واحد مثقف زي يقعد مع جهله زيكم. شفت بقى الكلمتين بتوعك هتخليه يتنطط علينا هو كمان. بقول لكم هنا ماليش فيه، رئيس وزراء، رئيس جمهوريه، احنا هناخد القرشنات بتاعتنا من الجنرال، والعربيه ناخدها نفكها وتبقى قضيت. Este cuadro es genial. Semejante original. Entonces voy a coger uno. Gracias. De nada. يوسف Un momento. Sí, hombre, sí. بتعملي ايه هنا؟ انت ما بتردش على تليفوناتي ليه؟ زي ما انت شايفه مطحون في الشغل. يا سلام، مش قادر تفضل دقيقه تطمني فيها عليك؟ لا. طب بقول لك ايه، ما تاخد اجازه من الشغل يومين تستريح. انا طالعه شرم مع جروب، تعال نطلع مع بعض زي زمان. بقول لك مش فاضي، بشتغل، لا فاضي لسفرك ولا لكلامك، وقلت لك 100 مره زمان حاجه ودلوقتي حاجه تانية. انت بتتهرب مني يا يوسف؟ اتهرب منك بتاع ايه؟ هو انا مديون لك بفلوس؟ انت بتكلمني كده ليه؟ عشان ده مكان شغل واكل عيش مش مكان كلام، فاهمه؟ اتفضلي امشي دلوقتي وانا لما اخلص ابقى اكلمك. ياسن ترسيني في ايه؟ الجنرال طلب يقابلني ليه؟ هو لو كان قال لي اكيد ما كانش طلب انه يقابلك. بس حاجه غريبه قوي، كل مره الاتفاق بيكون معاك انت، اشمعنى يعني المره دي؟ وبعدين الجنرال انا ما شفتوش غير مرتين في حياتي، ما ترسيني يا سن على الحوار، فاهمني؟ قول لي احنا زعلنا جنرال في حاجه لا سمح الله. زعلتوه؟ قول يا ديو، انت اشتغلت مع الجنرال قد ايه؟ كتير على قدك. وخلصت بني ادمين لحسابه قد ايه؟ يعني شويه. شوف بقى، كل اللي عملته انت واصحابك ده الجنرال عنده ناس ممكن تعملوا معاكوا لو فكرتوا حتى مجرد انكم تزعلوا. زعل مين؟ احنا برضه نزعل الجنرال؟ احنا عمرنا ما نفكر في حاجه زي كده، لا انا ولا الناس حتى اللي معايا. انا بس مستغرب انه طلب يقابلني. ما تستعجلش، هتفهم. انت ما تقول يا سيدي انت شغال معاه وممكن ترسيني على الحوار. انت فاهم غلط، انا مش شغال معاه، انا شغال عنده. جمال يا حاج انا معاكي. ومن ليلتها يا اخويا قرينا الفاتحه وخدوا الشبكه وعنا ابتدوا بقى يشتغلوا في الازرق. وبعدين قال ايه؟ قال عايزه تنزل السيراميك بتاع الحمام والمطبخ على الارض. قال ليه؟ قال بيعمل لها حساسيه وبيدوخها. بيدوخها؟ اه. هي حبلة ولا ايه؟ حبلة ايه يا اخويا؟ بقول لك خطيبة حماده ابني. لا مؤاخذة يا عم حماده معلش. طب طلباتك حاجة؟ هو دلوقتي الواد نفسيته تعبانه منها وقافل منها على الاخر. وهم لو عرفوا الكلام ده هيدوسوا على الشر. لا يا حماده اوعى نفسيتك تقفل، انا خلص لك الليله دي. طب الشبكه دي بكام يا حاج؟ ب 4000 يا اخويا. هنقول 5000. انا بقى ليا فيهم ونص. ليه يا اخويا؟ ليه يا حاج؟ ده حماده اللي ملص، وطالما حماده ملص يبقى الشبكه من حقهم، ولا انا بتكلم في غلط؟ انت بتتكلمي في ميت. ايه رايك بقى نصحي نص ونعمل له اسبوع ولا نقرا عليه الفاتحه؟ لا يا رايق، نعمل له اسبوع يا اخويا. يبقى كمان اسبوع تعدي عليا وانا جاهز لكل حاجه. الاول بس اكتبي لي عنوان البنت دي وابوها شغال ايه. انا مجهزه لك كل حاجه في الورقه دي. ماشي يا حاج. ماشي يا اخويا، فوتك بعد. الله يعافيك. سلام يا حماده. الله عليك يا رايق يا حلال المشاكل، بس لو كنت سمعت كلامي بقى وفتحت لك مكتب محاماه مش كان احسن من بدل قعده القهوه والقرف اللي احنا فيه ده؟ محاماه يا بجل؟ ما كل المحامين قاعدين في البيت مش لاقيين شغل ولا اي حاجه خالص. انا اهو قضيتي مضمونه وبكسبها دلوقتي على طول. سلام عليك يا رايق، كل يوم بتعلم منك حاجه، كل يوم. حاجه ده انا قلت حاجه يا بجم، روح اقعد اعمل لي حاجه. يلا يا ماشي يا رايق. يا رايق يا رايق يا رايق يا رايق، شفت عملت ايه النهارده في اولاد المدرسه؟ عملت ايه يا؟ ظبطتهم الحركه اللي علمتهاني. ازاي؟ اخدت واحد بالنص واديت التاني كشاف على عينيه. الله عليك، عشان كده قال انا اعلمك حركه جديده. طب يلا يلا اقعد بس هشرب الحجر ده واجي معاك. انا احلى هات له سحله. انا يا رايق بس الحجر الاول. ماشي. اهلا يا ديبو، وحشني. ربنا يخلي سعادتك. حلو اللي انت عملته انت واصحابك. احنا في خدمتك يا جنرال.
زمان في المدرسة علمونا إن أبو قردان صديق الفلاح عشان بينقي الدودة من الأرض وياكل الحشرات اللي بتضر الزرع. يعني مفيش مرض غابة وعمل أكتر من دوره، عشان كده فضل صديق الفلاح. صح يا باشا، صح. دول 20,000 اللي اتفقنا عليهم عشان تعرف إن أنا راجل بحترم كلمتي. هو في أي حد قال حاجة غير كده؟ وبعدين دي مش أول شغلانة لينا مع بعض يعني. مد إيدك، خد تلحقك أنت وزمايلك. بعد إذنك يا باشا. عشان تبقى بتشتغل صح لازم تعرف دورك بيبتدي فين وينتهي فين، زي ابو قردان. انا قلت الراجل يتقدم، ما اتفقناش تاخدوا عربيته وتقطعوها وتبيعوها. لو طلب منا نفذناه بالحرف الواحد، مش حاجه اكتر من كده. غلطه مش كده؟ نفسك تعتذر عشان ترحم نفسك من الالم اللي انت حاسس بيه. غلطه مش هتتكرر تاني. اوعى تفتكر انت والصايع اللي معاك ممكن تحلموا اكتر من اللي هسمح لكم بيه. ها؟ انا اللي عملتكم وانا اللي اقدر احبكم في اي وقت. افتكروا دايما ملفاتكم اللي تحت ايدي. مفهوم سعادتك. الفلوس اللي معاك على ثمن العربيه اللي قطعتوها يبقى حقكم وصلوا. مع السلامه. يا سعادة الباشا، أتمنى يكون عجبك اللي حصل. لا 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 لا، مش هيتكلم لا دلوقتي ولا بعد ما يخش البرلمان. تحت أمرك. مع السلامة. هو مال امه هو اذا كنا نبيع العربيه ولا ان شاء الله حتى نولع فيها؟ مش عملنا له اللي هو عايزه؟ هو ده اللي حصل. ولازمته ايه بقى ابو الا والدراع دول؟ بتنطط علينا. يتنطط علينا؟ على حرام من دينا وما كسر لك دماغه دلوقتي ولا يفرق معايا. ايه ده يا عم ميمي؟ بلاش فتحة الصدر دي، فتحة الصدر دي مش مع أي حد. اللي حصل ده كان غلطة، غلطة كبيرة كمان. ليه يا عم؟ هو حد جاب اسمه في حاجة ولا شاور عليه؟ لا. طيب يبقى غلطانين في ايه؟ العملية دي كان لازم تبان إنها قرصة ودن، مبعوت له خصوصي. ما ده اللي حصل يا دياب. لا مش ده اللي حصل. لما دخلنا على الواد ده وسقطنا عليه بانت إنها حركة عيال هجامين، عايزين العربية مش عايزينه هو. عشان كده بقى الجنرال قرص عليك شوية. أنا مش فارق لي اللي حصل معاه، مش فارق لي خالص. أنا فارق لي بس إن أنا فهمتها متأخر. يا عم عادي بقى ولا يهمك، خلاص يموت المعلم ولا يتعلم. تحب اروح اعلمك على الواد ده تاني هديه مننا ليه؟ إيه يا عم ميمي؟ وأنا بحكي في إيه؟ هنحكي في المحكي. خلاص روق يا ديبو. أنا هقوم عايز أروح الشغل، تقريبا ما رحتش. ماشي. سلام. سلام. هو متضايق قوي. مين فيكم رايق؟ في ايه؟ يلا هاتوه. هاتوه ايه؟ يلا يا عم يلا يا عم في ايه؟ يلا طفيت